مرحبتين ومرحبا. النهاردة هنعمل الفسيخ مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وهتحبوها جدا جدا جدا. اولا انا جبت نص كيلو، كيلو الا ربع، 3 بوريات. اكبر واحدة فيهم طبعا انا عملتها فسيخة، كنت عاملاها في فيديو قبل كده. مسكناها نضفناها كويس زي ما انتم شايفين كده. كان في بطارخ، بيبقى فيه اكبر من كده بطارخ، بس ده بختي النهاردة يعني. هنعصر عليها نص ليمونة وهنقطعها بقى ايه، حتت صغيرة كده. طبعا انا ضربت طماطم. معانا هنا بقى ايه، معلقتين 3 زيت سخنين كده. هننزل عليهم ببصلة متخرطة كبير زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة ان البصلة ما تكونش ناعمة، هي الاكلة دي كده. طبعا هناخد يعني توم زي ما انتم شايفين كده. طبعا التوم ده انا كنت فرماه برضو في البيت، عشان التوم بيفضي وبيجي وقت عليه بيفضي وكده، فانا بفرمه واحطه في التلاجة. افرميه بقى في الكبة، افرميه في الخلاط، اي حاجة يعني. هنقلب طبعا كويس زي ما انتم شايفين كده. بصوا، الوصفة دي بتخلي البوري في حتة تانية خالص. هنقلب كويس. طبعا اللي حابب بقى يخلي الأكلة دي حراقة براحته، اللي حابب برضو ان هو يضيف قرن شطة اخضر برضو براحته زي ما يحب. بس هي الأكلة مكوناتها بسيطة، وبما ان السمك اليومين دول رخيص، فابدعي بقى، فنني بقى. زي ما انت شايفة كده. انا مش عايزة البصلية محمرة قوي. هنضيف الطماطم ونسيبها بقى ايه، تاخد وتدي كده مع نفسها. طبعا هنضيف عليها الكمون، ولو عندك بهارات سمك، والملح. هنا هو بهارات سمك وشطة وملح. انا طبعا ما عنديش شطة خضرة. شايفين الطماطم عملت ازاي؟ البقابيق اللي فيها دي هي كده طابت. لما تلفي كده ومفيش، بصي مفيش مية تيجي في النص اهي، ان هي تبقى بالشكل ده اسمها آه مقلاية. عند الفلاحين اسمها مجلاية. تمام. انا بحط في قعرها معلقتين 3 زي ما انتم شايفين كده. ال الاواني ديت اللي هي مش فيها زيت من جوه دي بتلاقوها عند الفلاحين بس، انما اللي فيها زيت دي بتبقى في المدن. طبعا السمك انا كنت مقطعاه معاكم زي ما انتم شايفين كده، حطيت كل حاجه اهوت. السمك بتحطيه مش بتقليه ولا اي حاجه، بتحطيه زي ما هو كده، تنضفيه وتحطيه زي ما هو. بنضيف بقى بقيه الصلصه معاكم كده زي ما انتم شايفين. طبعا احنا لو هنعمله في الفرن البلدي بيبقى ورا خبيز، ورا شوي سمك كده يعني. بس بما اننا مفيش لحد بيخبز ولا مولعين الفرن اصلا، فانا هعمله في الفرن الغاز، فرن البوتاجاز يعني. ويلا بينا على الفرن. هنا بقى بعد الاكل مطاب، عايزه اقول لكم عظمه. عملت معاه طبعا شويه رز ابيض كده. بصوا السمك زبده، دايب دوب. لا، والطريقه يعني الطريقه نفسها تحفه بصراحه. مديه طعم كده للسمك. وحتى الصلصه اللي حواليه الطماطم بتاعته طعمها تحفه تحفه. بصوا انا مش قادره اقاوم بصراحه، مش قادره اقاوم. شايفين اللحمه بتاعت السمك عامله ازاي ايوه. شايفين العظمه. طبعا انا مش قادره اقاوم. وعلى فكره لسه الرز ولا عليه النار. الرز ده يعني انا عملته ازاي. غسلت الرز طبعا، معلقه سمنه بلدي، حبه زيت اللي عندك. بتيجي اتحوم في الحله وغسله الرز وكباه في الحله. وتيجي بقى ايه، نص كوبايه لبن. ويعني بتضيفيه مع عيار الميه الطبيعي بتاع الرز بشويه ملح، كأنك بتاكلي رز معمر في الحله.
جربيها بس كده، اقسم بالله هتدعيلي. طيب مفيش بقى لايك وكومنت حلو كده واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد ولا ايه؟ انا مش قادرة. لا انا مش يعني انا بصور معاكم بس باكل برضو. طريقة الرز دي اعتمدوها، وجربي تعملي البوري بالطريقة دي خلاف يعني في ناس بتقول احنا بنقلي البوري، انا معرفش ان في بوري بيتقلي بصراحة. البوري عندنا يا كده زي الزبدة كده، يا اما مشوي. والفسيخ طبعا، الفسيخ لا يعلى عليه. فجربوا الوصفة دي وهتدعولي و... ولايك زي ما قلت، واشتركوا في قناتي عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام.